بسم الله الرحمن الرحيم. نعلن تدشين قناة المفكر العربي. الإعلان ده مش خاص يعني إن إحنا كدار نشر، مش خاص بينا، لا هو خاص بكل واحد في المجتمع. كل شخص يجد في نفسه ملكة الكتابة، ملكة القراءة، ملكة الإلقاء، ملكة الشعر، ملكة أي فن من أنواع الفنون، يتفضل القناة متاحة ليه. احنا في الدار هدفنا الثقافة بمعناها الواسع وليس معناها الضيق. الثقافة زي ما اينشتاين بيقول: الثقافة هي ما يبقى بعدما ننسى كل ما نتعلمه في الحياة. الذي يبقى هي الثقافة. العلم ممكن أي طالب في جامعة في مدرسة ينسى اللي هو درسه، لكن الثقافة اللي اكتسبها من خلال الأسرة، اللي اكتسبها من خلال المجتمع، اللي اكتسبها من أي مكان، اللي اكتسبها من الشارع، ما بينساهاش. فالثقافة معنى شامل. أنا من الناس اللي بؤمن إن مفيش حاجة اسمها لفظ مثقف. في لفظ مبدع، لفظ مفكر، أما مثقف الثقافة ليست حكرا على أحد، فكل مثقف في مجاله. أنا مثقف في مجالي وأجهل مجال غيري، وغيري مثقف في مجالي هو يجهل مجالي، فكل مثقف في مجالي. كلنا بداخلنا الإبداع، لكن كل واحد فينا عايز اللي يطلع الإبداع ده، عايز حد يدله على طريق إن هو يطلع الإبداع ده. أنا بقول لك دار المفكر العربي هي طريقك لإنك تخرج إبداعك، هي قناتك. المنتدى اللي احنا عاملينه بجانب الدار ده منصة ان انت تطلع فيها موهبتك، تتفضل في الندوات معانا. احنا عندنا ندوات يومية وندوات اسبوعية فيها قامات ادبية يعني نحترمها ونجلها، تتفضل تتعلم منهم، وكلنا مفيش حد فينا كبير على التعلم. تفضل تسمع لهم، تتفضل تناقشهم، تتفضل تطلع كل إبداعك بحرية تامة. كل اللي بطلبه منكم إن انتوا تشتركوا في القناة عشان تتابعونا وتتابعوا كل جديد، وتنورونا في دار المفكر العربي 39 شارع الدق.